بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قررت خان بميق داي هاي عالم يقي وجو يق كونفرنسي. تكونفرنسي دا قلوات جو في ميق قرر أرع رسير اشت عربي ميق كشكر دوق نخبر عالم نخبر ت وعشقيتنا يقي لير خميدو وجو الحم در نا هاي خبرت بر نا هاي واخر طول دوجو حم دا وتر اشت دق خاطرش بلغل دقات سميتي اش خاطرش كها تقتي برو بدا ديقت لي شو اسلقي تنغ في وعش موستل ليل دي شو اسلقي حق دادر تغنا تيق داق لوتش خم بوج بولنخ اجر كيرتا ور دكتور علي محي الدين الكرداغي وجول از ارسميتلت ايقاچو تي هاغ سيمينو سيوز مسلمانسكي учёных كلغل دي وز генеральный секретарь وز سميتي إذا تنسبوج بول نوقستي تنسبوج بو إيش دعناق باخ مفتي عيسى حاجة اشتبوج بول عالم ناخ بيحكاب تارس تحرق أميال خدوين وين دال نزلوي وين ددوج دول أميال ترجم دال عند الياحة خرسي محمد ياخش عالم سقو حال خردوج دول سخات تردق يحردن سام شو حد واجد خان واجلير خشخان دوج دول حمل غدرده واجلير خشخان دوج دول حم قواتش خان ديشن. أريد أن أتوجه إليكم بالسؤال: ما كان الهدف من هذا المؤتمر؟ وهل نفذتم أهدافكم خلال هذا المؤتمر؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو توثيق الصلة بين المسلمين والتثبت كذلك من معظم الخلافات التي تدور داخل هذه الأراضي المباركة، حتى يكون إخواننا الأنغوش على علم وعلى سعة، وأن يكونوا جسدا واحدا، وأن لا تؤثر فيهم الاختلافات بل يبقون جسدا واحدا، وتبقى هذه الخلافات خارج دائرة الأخوة الإيمانية. الجرة حالتهم ليرش كنادر بس وينيق يوجر جو شعير أو أمريكا وينيق يوجر جو شعير إزدروا ليرش كنادر خصوصا إزجاء مصباح جبوج مناخ ثانيق يتحدث صديق جدوج دو قوس مش ديك دواش خدوج مش ديك بلغل دواخ دوج إذا علم قاعد كذا صوبو بوش إيش قوس مش بحد دوج هاي بيقبل شو هذا إذا بلغل دواخ دوج دول. أو كونفرنسن قاعد دق باش دين دوج دول خاطر شحاق دادر تيقدر مولت ديشر در تيقدر ديال حاخ وشخانة ديال حاير أو ديال ميجن شحاير إشت دعون در قاعد كلش حلي در دق خاطر جد إشتغل في بلغل ده قدر دوات شلات تخاطر قاعد ملا كورت ببرع ملا شلات بوج إش خاطر جلات بلغل ده قدر عبينا تحمل حيخن بين تحر. بينتم مسائل الاختلافية كثيرة في هذا المؤتمر. صحيح. ومن هذه المسائل طبعا هي قراءة المولد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التمايل مصحوبا بذكر الله، وكما يسمونه رقص مصحوبا بذكر الله. أنتم بينتم جميع هذه المسائل، ونريدكم الآن تأكدوا على هذه المسائل وتبينوها أكثر للشعب. حقيقة نحن ذكرنا في الوثيقة المعتمدة على الكتاب والسنة وعلى أقوال العلماء والفقهاء من السلف الصالح، بينا الأحكام الشرعية لكثير من هذه القضايا التي تتضمنها الوثيقة، منها مسألة قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت، وكذلك الصدقة والصيام والصلاة ومعظم العبادات التي يجوز إهداؤها للميت، وبينا ذلك بالأدلة الشرعية. كيشتيا كيحضر جرجي خوص من وجه خاطر بلغل دواش بلغل داخرة قرآن سنة عامنا اشتيا اشتشت بلغل يا خاطر أشي من وجه خاطر تاخذ خاطر دق الفاتحة دي شرع الموت دي شرع يا قرآن دي شرع يا سميع دق قاج زرجي جدك لازم قاج أبلغ ذي أحد. وبينا كذلك الدعاء الجماعي بعد الصلوات. بلغل ذي أحد
لام ذاتها جمعت دعدر دولة داخل ومسح الوجه باليدين بأنه جائز أيضا وارد في السنة. الزمو دعدة شطيحة يعمرش كلش حل حقر ورفع الأيدي بالدعاء في جميع أنواع الأدعية. اشت شيء ميلوش دعاء اشكاها كلش حل يقدر اسمه دخل دولة داخل. كذلك العمل في الحكومة بأن هذا أيضا مطلوب وجائز. الزمو عادل بوخبر ازديج دولة داخل. وقضية الانتماء الوطني ولكن في ظل الانتماء الديني الإسلامي أيضا بينا بأن هذا لا يتعارض. اشت سجشي مخك خطوة خل بيزجشي مخ بيزرق هذا مخ بيزرو دين زجان ما خشوا صدق دولة داخل. ومن الأشياء التي حقيقة ذكر في هذا المؤتمر موضوع الحركات، وأنا سميتها بالحركات العادية الطبيعية التي لا تؤثر في الخشوع، فقلت إن هذه الحركات لا تضر أبدا، وهذا فتواي إن شاء الله بالذكر لقوله سبحانه وتعالى ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نظموا اشتبكوا بخضر از والصو ماجن شحير ولا صو ماجن شحير ديال حاخش خان نقاسن ماشي شحير ديال حاخر ديال دغور يختو خجيتي از ميجورج از لوغو داخرو. أما ما يسمى أو يسميه البعض وأنا لا أسمي، أما ما يسميه البعض بالرقص مع الذكر، فإن هذا الرقص مع الذكر فإن هذا محل اختلاف بين العلماء وقديما وحديثا. داخل از تحس بوشارة نقشة رقص also از رقص آلرسون ديزت از ديال حاخش خان از رقص آلريا ديال حاضر داخل دخان ساعالنا حقيقي قوس من الله تجلوجلو خاطر دس. وقلت إن هذه المسألة وأقولها إن هذه المسألة مسألة خلافية لا يجوز الشقاق والتكفير والتفسيق بسبب أخذ بأحد هذين الرأيين. داخلنا أن يوجد أراش تقيرة سرأي حيثي ترى ينتهي سجى فسق دقائق شو سجى سجى بدعة يضج بقال شو سجى كرس دقائق شو سجى قلب الأخر. وأول أمس قلت في الجمعة بعد درس الجمعة قلت هؤلاء الإخوة الذين يذكرون الله ويتمايلون هم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فكيف يجوز تكفيرهم أو تفسيقهم؟ أن شقد عق ماجك أي صحيح من شان زي قبل ده قرازة ذكر دش بوش بناخ ماجي نش حاج ده حاج ذكر دش بوش بناخ ديال حاج بوش بناخ بوش تاع ديال حاج بوش بناخ كرسة المجتهد تاع فسق المجتهد. وإذا وجد شيء علينا بالنصح وعلينا بالإرشاد وعلينا بالإقناع. نقع سنة دين دوح الدوش ده حم بين وجدي على شو تسقي شيء ويحيخ من ويسقط عقيد في ديس سنلرت قيت نعبال ديس. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول كلمة لا إله إلا الله وحدها من المشرك الذي يقتل المسلم ثم يأتي فيقبل منه هذه الكلمة. دليل شن يقبقص دليل شن عليه الصلاة والسلام يرسل شو لا إله إلا الله يعني شو ده سنجرس قابل إيش خلق دليل شن يقبيز. فقد ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قاعدين دليل شن دق إيش خلق كان في معركة من المعارك فكان هناك مشرك قوي قتل من الصحابة الكثير والكثير. أسامة تم بولش خان تم نسبة خان تحسق خنوق ليه الماستر سق خنوق مشرك بولج تقنع بالله سق خنوق. فتمكن منه سيدنا أسامة أسامة ولما أراد أن يقتله أسامة قال لا أشهد أن لا إله إلا الله. هي أسامة أزبي شيطور إذا ووق وشهادة توعده أستيش رمضو الله هو صديق صخر. لكن سيدنا أسامة لم يصدق، قال هذا رجل قتل الناس وهذا يعني كأنه خوفا يقول هذا، فأجهز فأكمل عليه القتل. أسامة سجى له مستقرات ودقنا بوابة خضر بحد وجه أسقير ونا سو يعني شيء قون ده يرسو سجى. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله عند الله سبحانه وتعالى. لا أسخبر ديالي أشون داخل شو ديالي أشون أسامة حبيبي خدي رياس خلصنا خاطر زبيوا أسامة فدد دعوان دواش قيم بدل دوح يتاش لا إله إلا الله هدش فدي والله. كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ماذا تفعل يا أسامة ماذا تفعل، حتى يقول أسامة والله
لوددت أنني ما ولدت، لوددت أن أكون ترابا من شدة وقع هذه الكلمة على قلبي، لأنني خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. صودق وزدال يلشون سون كرد دواهش فددعت لا إله دشا ياهش أسامة يوق سودينا سخاندن سودينا دنس ونز ولارس نانز عمز ولارس سون خيط تلو قط مرسون. لذلك أنا وصية الله، ولا أقول وصيتي، وصية الله سبحانه وتعالى إلى جميع المسلمين وبخاصة الشعب الأنغوشي الحبيب الذي والله أحببت هذا الشعب حبا مثل حبي لشعبي وربما أكثر. وأحببت رئيسهم ومفتيهم وعلماءهم وشبابهم. فيعني فوصيتنا لإخواننا الشعب الأنغوشي الحبيب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله كذلك في شبابهم، فشبابهم شئنا أم أبينا يسمعون من التلفاز ومن الانترنت الكثير من الآراء، وبالتأكيد بعضهم يتأثرون بهذه الآراء، طبيعي. لذلك يجب علينا أن يسع صدرنا لهؤلاء الشباب، وأن لا تؤدي الاختلافات الفرعية إلى الاقتتال أو إلى التنازع أو إلى الهجر أو إلى ترك المساجد، فهذه كلها من المحرمات. إخوتي الأحبة يا شعب الأنغوشي الحبيب، الوحدة فريضة شرعية لا يجوز التضحية بها لأي جزئية أو أي فرع من الفروع. واجب دشان خلص ضد واش دشان سبحان الله ديق مجداتشو. القرآن الكريم يذكر لنا سيدنا هارون وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله عليهم السلام، كان خليفة لموسى، وكان سيدنا موسى على جبل طور، وقوم هارون اختلفوا واتخذ بعضهم العجل، ولكن سيدنا هارون حافظ على وحدة الشعب. وين ذا القرآن جو قصة بلغم الدواخي موسى هارون عليهم السلام ثاني خندوش ضحم موسى بهم دول الواج خان تنقمو أصل جدال بيت عبادة بولش هارون شيخان مش لوردات دي قتلوش. فلما رجع سيدنا موسى وأخذ بلحيته يجره وأخذ برأسه يجره ويضربه، فقال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. موسى بيمدوغي ينشلتها الشيء قم تحتصبرج أسل كورت الشيء بين شلتها هارون بيك بوقت سنموجئ لياتي سنة موسى لياتي أفوت عديال أن تخاتها شلتها على هارون وغال سنجا وسنيان وغال سنيان وغال ندير والس وغال سعير وغال حمس وغالش قم حنديقة يعني أسيغ بيك باقر خيرش. القرآن يذكر هذه القصة لنا أن سيدنا هارون تحمل وجود الشرك وتحمله لأجل الحفاظ على وحدة الأمة. ده القرآن شو من بيقول داخل فت هارون الشرك اللي بولجها قم ديق دوحة ستيخات. فكيف يجوز لإخواني وأبنائي وبناتي أن يتقاتلوا أو يختلفوا أو يترك بعضهم البعض لأجل مسائل أساسا هي اختلافات مقبولة واجتهادات ظنية مقبولة من الجميع سواء كان هذا أو ذاك. مش مقد شيء باب شيء يبرج شيء العاشر ليتا الله هيقي قوس الله تجدوش دو خاطر بحندوش. الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة، ويجب أن نقبل هذه الوصية، هاي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقد قال المفسرون:
وشراح الحديث أن المقصود بالكفار هنا متفرقين، وليس المقصود به كفر الدين، لأن الشيطان لا يستطيع أن يغير ديننا، ولكن يستطيع أن يفرق بيننا. عدال إلشون عليه الصلاة والسلام شيء حر حجر القع وسكت مداديك عدال إلشون وسكت خواش ديخر مديوين عدال إلشون وسكت يصون تها كرستوج مديرزلش تيجي تشلوجدر فتكرست هذا شلوجدر ده ديق مليل جارد سلوجدر عقيدة كرست ده سلوجدر تيجي شيل ديق مليل عدال إلشون وسكت مدادي شيل دوادش. ديننا يسر والله، وفيه سعة كبيرة جدا لكل هذه الاختلافات. بوصل بدي أهتم بير بوقم بير بارغط يوجن بير شورت. والإصلاح يأتي بالعقل والحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تختامبر ناخي غبرت بالمشكلة حاقل خلص حاقل خلص قيت خلص دوش ده قرآن شو ما قال هيدين ناخد الإسلام خلص دشتي. الإسلام لا يقبل أن يهجر الإنسان أخاه المسلم ما دام يقول لا إله إلا الله لأي سبب فوق 3 ليال، حتى في القضايا لو اختلفت بينها معه. بوصل لنا مشتو لا إله إلا الله يا هجر وصقة خادن قابل الصوغة يستخل جوتين. الإسلام لا يجيز ترك المسجد أو ترك الصلاة خلف شخص يقول لا إله إلا الله وهو من أهل القبلة. لا إله إلا الله يا رجل ما يجي خالص شتن تحت سوء تجعي مجمشتو شرعنا إسمع هذا ما يجي سوء تجعي مجمشتو شرعنا. فإذا أنتم تحبون الله، وأنا لا أشك أنكم تحبون الله والله وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم اتباع سنته في قبول الآخر، في محبة الآخر، في الإشفاق على الآخر، في نصح الآخر، في أن لا يصل النصح لا سامح الله إلى الجدال وإلى المراء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقع سنة شو ديال دق يجدلي ديال أشدق يجدلي شان أشدق بيج خالرة ديال ألش تحق شيكويات نقع سنة شو أشدق بيجدلي ديال ألش سنت ديالش. وهو قبول الآخر ومحبة المسلمين ومحبة بعضهم لبعض وعدم الهجر وعدم التكفير وعدم التفسيق، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديال سنة موضع سجى رأي قابل خبر سجى ثاني عمر خبر سجى ثاني خذ خبر لا ثاني ذيق وساس موصل يضش تخبر. الله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بأن أخلاقهم الفعلية أنهم لا يؤذون أحدا بفعلهم، وأن تصرفاتهم القولية لو واحد حتى أساء إليهم يقولون سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هينين متواضعين لا يؤذون أحدا، وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل والسب الذي يسب ويشتم، حتى لو خاطبهم وسبه يقول سلاما ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ديال اللي ده القرآن شو ساملا كوش أوتيتياج مش بيتسا بس بقونس ديال اللي ده القرآن شو سيا خارج سجى زيدش بحث عن حق بيبوش قال قيمة قشو سالك حم شو سلام من ميرش تشو أولر صار إيش ده شيء قرآن شو ليه بيان بلقو بيخارج. إسلامكم دين الرحمة فلا تحولوها إلى دين الزحمة. عشان بوصل بدي أغيتم دي بوشانير بوصل بدي طعم بيلش. إسلامكم دين الوحدة فلا يجوز أن نحوله إلى دين الفرقة. أي بوصل بدي أغيتم دي بوشانير نخ بيقش دي بيشات. اختلافات الفقهاء رحمة ولا يجوز أن نحولها إلى قسوة. عالمنا خوص مرسان يقصار يوجو آرا بيق مغادر أغيتم بوشان قزل انظر إلى علاقة الفقهاء. إمام أحمد كان يعتز بإمام الشافعي اعتزاز كبير جدا. نلجو عليهم محمد ثانيقي أحمد ابن حنبل الشافعي نيقي أحمد ابن حنبل الشافعي دقي يجتو وإمام الشافعي كان تلميذا لإمام محمد بن حسن الشيباني الذي هو تلميذ لإمام أبي حنيفة رحمه الله. إمام الشافعي الشيباني شنا تلميذ مخني شيء أبو حنيفة التلميذ. وكذلك إمام الشافعي تلميذ لإمام مالك. شوف حلقة الوصل مذهب الشافعي وحلقة الوصل في المحبة بين الجميع. وأنتم شوافع. كذلك بقية الأئمة في الفكر والتصوف والزهد. هذه الاختلافات لا بد أن تكون للارتقاء بنا وليس للاختلافات إخوة الأحبة. أجدوش أوس مجتال يوجو آراج وإيل دوش ودينغا صول دوش خليجي وديق دوش خليجات. والله سبحانه وتعالى أمرنا بدل هذه الاختلافات أن نعمر الأرض. هذه رسالتنا إخوة الأحبة. انشغلوا بتعمير الأرض
دا خدا قرآن شوي ديال وجد أمر مضى إيش قوس من وجد حمار زاد دا لا دين دش خضر لا تواد دش خضر لا بيت بش خضر. الدين لإصلاح النفس وإصلاح الإنسان ليخرج إلى الأرض وهو صالح مصلح. دا يبص بالمضى بسك شيت وولر أزار وولر بارت وولج نخت وادش. هذه وصيتي وهذه وصيتي وتلك أمانة الله في أعناقكم والله يسألكم يوم القيامة عنها. السواس كيت شانا تهانا شن يوج أمانة زاد دا القان دور قيمة الشقوات يوج. ونحن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الشعب من الفرقة والخلاف يا رب. اللهم احفظ شعب الأنغوشي وبقية الشعوب الإسلامية من الفرقة والخلاف. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجمع شملهم واجعلهم متحابين فيك حتى يحشروا إن شاء الله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أدم لهذا البلد العزيز أمنه واستقراره واجعله بلدا آمنا رخاء سخاء بعيدا عن المشاكل والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تحر از ادوز دو حمله در دیا وچه قهيت موج دال اقواش قهيت رجع بركة دوقلت اجر كرت دوز دو حم مس دوز ديت مل ديساش حمن اول ملا در دز نخ واش بيق صبلر واش عتر يجس سخلر عالنا هيخ باشتن دوز دو خاطرش سا تنغ علم ديشا بواتش بوش نخ استا تنا واسج واخجي تنا خلخيتر دوخش سخلر برت بولش تساش خنويد عدا خره واسكت درق عسيجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقاق والتكفير والتفسيق بسبب أخذ بأحد هذين الرأيين. داخلنا أن يوجد أرى اشتقيرة سرأي حيثي تسرأي أنت تيجا سجى فسق دقائق شو سجى سجى بدعة يضج بآل شو سجى كرس دقائق شو سجى قلب الآخر. وأول أمس قلت في الجمعة بعد درس الجمعة قلت هؤلاء الإخوة الذين يذكرون الله ويتمايلون هم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى فكيف يجوز تكفيرهم أو تفسيقهم؟ أن شقد عقا ماجك أي صحيح من الشخص قبل ده قرازة ذكر دش بوش بناخ ماجي نش حاج ده وحاج ذكر دش بوش بناخ ديال حاج بوش بناخ بوش تاع ديال حاج بوش بناخ كرسة مش تحد تاع فسق مش تقصد. وإذا وجد شيء علينا بالنصح وعلينا بالإرشاد وعلينا بالإقناع. نجا أحسن دين دوح الدوش ده حم بين وش ده شو تسجد شيء ويحيخ ويسجد عقيد في بيس سنلرت قيت نبال بيس. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول كلمة لا إله إلا الله وحدها من المشرك الذي يقتل المسلم ثم يأتي فيقبل منه هذه الكلمة. دال يلشن يقبقص دال يلشن عليه الصلاة والسلام يرسل لا إله إلا الله يعني شو ده سنجرز قابل إيش خلق دال يلشن يقبل بيس. فقد ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قاعدين دال يلشن دقي إيش خلق كان في معركة من المعارك فكان هناك مشرك قوي قتل من الصحابة الكثير والكثير. أسامة تم بولشان تم نسوان شان تحسق خنوق ليه ماستر سق خنوق مشرك بولج تقنع بالله سق خنوق. فتمكن منه سيدنا أسامة أسامة ولما أراد أن يقتله قال لا أشهد أن لا إله إلا الله. هي أسامة أزبي شيطور إذا ووق وشهادة توعده أستيش رمضو الله هو صديق صخر. لكن سيدنا أسامة لم يصدق قال هذا رجل قتل الناس وهذا يعني كأنه خوفا يقول هذا فأجهز فأكمل عليه القتل. أسامة سجى اليوم مستقرات ودقنا بوابي خضر بعد الوجه أسقير ونا سو أن الشيطان ده يرسو سجى. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله عند الله سبحانه وتعالى. لا أسخبر ديالي عشان داخل شو ديالي عشان أسامة حبيبي خوي خدي رياس خلصنا خاطر زوجي أسامة فدد خوان دواش بيمدل دوح يتاش لا إله إلا الله هذا شيء فدي والله. كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ماذا تفعل يا أسامة ماذا تفعل حتى يقول أسامة والله لوددت أنني ما ولدت
لوددت أن أكون ترابا من شدة وقع هذه الكلمة على قلبي، لأنني خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. صودق وزدال يلشون سون كرد دواهش فلدعت لا إله دشا ياهش أسامة جوق سودينا سخاندن سودينا لنس ونز ولارس نانز عمز ولارس سون خيط وقط مرسون. لذلك أنا وصية الله، ولا أقول وصيتي، وصية الله سبحانه وتعالى إلى جميع المسلمين وبخاصة الشعب الأنغوشي الحبيب الذي والله أحببت هذا الشعب حبا مثل حبي لشعبي وربما أكثر، وأحببت رئيسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قررت خان بميق داي حي عالم يقي وجو يق كونفرنسي. كونفرنسي دا قلوات جو في ميق قرر أرع رسير اشت عربي ميق كشكر دق نخبر عالم نخبر ت وعشقيتنا يقي لير خميدو وجو الحم در نا هاي خبرت بر نا هاي خواخر طول دوجو حم دا وتر اشت دق خاطرش بلغل ديقات سميتي اش خاطرش كه تقتي براوي بدا ديقت لي شو اسلغي تنغ في واشي موستل ليل دي شو اسلغي حق دادر تغنا تيق دا قلوات شخن بوج بولنخ اجر كيرتا ور دكتور علي محي الدين الكرداغي وجول از ارسميتلت ايقاچو تيغ سيمين سيوز مسلمانسكي учёных كلغل دي وز генеральный секретарь وز سميتي إذا تنزبوج بول نوقستي تنزبوج بو إيش دعنا أقباها مفتي عيسى حاجة اشتبوج بول عالم ناخ بيحكاب تارس تحرق أمي على الخدوين وين دال نزلوي وين ددوج القمي على ترجم دال عند الياها خرسي محمد ياغتش عالم سقو حال خردوج السخاء تردق يحردن سام شو حد واغتش خان واجلير خشخان دوج دو حمل غدرد واجلير خشخان دوج دو حم قواتش خان ديشن. أريد أن أتوجه إليكم بالسؤال: ما كان الهدف من هذا المؤتمر؟ وهل نفذتم أهدافكم خلال هذا المؤتمر؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو توثيق الصلة بين المسلمين والتثبت كذلك من معظم الخلافات التي تدور داخل هذه الأراضي المباركة، حتى يكون إخواننا الأنغوش على علم وعلى سعة، وأن يكونوا جسدا واحدا، وأن لا تؤثر فيهم الاختلافات بل يبقون جسدا واحدا، وتبقى هذه الخلافات خارج دائرة الأخوة الإيمانية. الجرة حالتهم ليرش كنادر بس تبينيق يوجر جو شعير أو أمريكا بينيق يوجر جو شعير إزدروا ليرش كنادر أقصو صوغ إزجاء مصباح جبوج مناخ ثانيق يتحدث صديق دوج دو قوس مش ديك دواش خدوج مش ديك بلغل دواخ دوج كذا نخ علم جاه كذا صوبو بوش إيش قوس مش بحد دوج خيقي بيقبل شو هذا كذا بلغل دواخ دوج ده. أو كونفرنسن قاعد دق باش دين دوج دول خاطر شحاق دادر تيقدر مولد ديشر در تيقدر ديال حاخ وشخانة ديال حاير أو ديال ميجنش حاير إشت دعون در قاعد كلش حلي در دق خاطر جدش تمام بيلقول ده قدر دوات شلوات تخاطر قاعد ملاه كورت ببرع ملاه شلوات بوج إش خاطر جلوات بيلقول ده قدر عبينه تحمل حيخن بينتحر. بينتم مسائل الاختلافية كثيرة في هذا المؤتمر. صحيح. ومن هذه المسائل طبعا هي قراءة المولد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التمايل مصحوبا بذكر الله، وكما يسمونه رقص مصحوبا بذكر الله. أنتم بينتم جميع هذه المسائل، ونريدكم الآن تؤكدوا على هذه المسائل وتبينوها أكثر للشعب. حقيقة نحن ذكرنا في الوثيقة يعني المعتمدة على الكتاب والسنة وعلى أقوال العلماء والفقهاء من السلف الصالح
بينا الأحكام الشرعية لكثير من هذه القضايا التي تتضمنها الوثيقة، منها مسألة قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت، وكذلك الصدقة والصيام والصلاة ومعظم العبادات التي يجوز إهداؤها للميت، وبينا ذلك بالأدلة الشرعية. كيشتيا كيحضر جرجي خوص من وجه خاطر بلغ دواش بلغ داخرة قرآن سنة عالم اشتيا اشتشت بلغ دي خاطر أشي من وجه خاطر تاخذ خاطر دق فاتح دي شرع موت دي شرع يا قرآن دي شرع يا سميع دقاج قاج جرجي جدك لازم قاج بلغ دي خاطر. وبينا كذلك الدعاء الجماعي بعد الصلوات بلغ دي خاطر لام ذاتها جمعت دعاء بلغ دي خاطر، ومسح الوجه باليدين بأنه جائز أيضا وارد في السنة. الزمو دعاء دي شطيحة يعمرش قيج حل حقر بلغ ورفع الأيدي بالدعاء في جميع أنواع الأدعية. الشيء ميلوش دعاء شكاها كل حل إيدر اسمه دخل بلغ دي خاطر. كذلك العمل في الحكومة بأن هذا أيضا مطلوب وجائز. الزمو عاد بوخبر ازديج دولك ازميج دولك بلغ دي خاطر. وقضية الانتماء الوطني ولكن في ظل الانتماء الديني الإسلامي أيضا بينا بأن هذا لا يتعارض. اشت سجشي مخك خطوة خل بيزجشي مخ بيزجي هذا المخ بيزرو دين إزجان ما خشوا سجى بلغ دي خاطر. ومن الأشياء التي حقيقة ذكر في هذا المؤتمر موضوع الحركات، وأنا سميتها بالحركات العادية الطبيعية التي لا تؤثر في الخشوع، فقلت إن هذه الحركات لا تضر أبدا، وهذا فتواي إن شاء الله بالذكر لقوله سبحانه وتعالى ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نظموا اشتبكوا دي خضر والصو ماجن شحير ولا صو ماجن شحير ديال حاخ شخان نقاس ماشي شحير ديال حاخ ديال دغورها يختو خجيتي ازمك جولج از بلغوا دي خرو. أما ما يسمى أو يسميه البعض، وأنا لا أسمي، أما ما يسميه البعض بالرقص مع الذكر، فإن هذا الرقص مع الذكر فإن هذا محل اختلاف بين العلماء وقديما وحديثا. داخل هذا تحسب شارع نقشة رقص also رقص ألرسون ديزت ديال حاخش خان رقص ألريا ديال حاضر داخل دخان ساعة حقيقي قوس من الله تجوز خاطر دز. وقلت إن هذه المسألة وأقولها إن هذه المسألة مسألة خلافية لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة، ويجب أن نقبل هذه الوصية، هاي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقد قال المفسرون وشراح الحديث أن المقصود بالكفار هنا متفرقين، وليس المقصود به كفر الدين، لأن الشيطان لا يستطيع أن يغير ديننا ولكن يستطيع أن يفرق بيننا. ديال يلشون عليه الصلاة والسلام شيء تحر حجر وقع وسكت مدير ديال يلشون وسكت خواش دي خر مديوين ديال يلشون وسكت يالصون تها كرستوج مديرزلش تيجي تشلوجدر فتكرست هذا شلوجدر ده ديق مليل جعد سلوجدر عقيدة كرست داس لوجدر تيجدنس شيل ديق مليل جعد ديال يلشون وسكت مدير دي شيل دوادش. ديننا يسر والله، وفيه سعة كبيرة جدا لكل هذه الاختلافات. بوصل دي أهتم بير بوقم بير فارغة يوجن بير شورت. والإصلاح يأتي بالعقل والحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تختامبر ناخي غبرت بالمشكلة حاقل خصوص حاقل خصوص قيت خصوص دوش ده القرآن شو ما الله هيدينا الإسلام خصوص دشتي. الإسلام لا يقبل أن يهجر الإنسان أخاه المسلم ما دام يقول لا إله إلا الله لأي سبب فوق 3 ليال، حتى في القضايا لو اختلفت بينها معه. بوصل مج مشتو لا إله إلا الله يا هجر وصقة قادن قابو الصوغة يستخل جوتين. الإسلام لا يجيز ترك المسجد
أو ترك الصلاة خلف شخص يقول لا إله إلا الله وهو من أهل القبلة. لا إله إلا الله يا جوسك ما يجي خالص شتن تحت تجعي مش شرعنه إسمع هذا ما يجي تسوي تجعي مش شرعنه. فإذا أنتم تحبون الله، وأنا لا أشك أنكم تحبون الله والله وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم اتباع سنته في قبول الآخر، في محبة الآخر، في الإشفاق على الآخر، في نصح الآخر، في أن لا يصل النصح لا سامح الله إلى الجدال وإلى المراء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقع سنة شو ديال دوق يجدلي ديال أشدق يجدلي شان أشدق بيج خالره ديال ألش تحق شيكويات نقع سنة شو أشدق بيجدلي ديال ألش سنت ديال وهو قبول الآخر ومحبة المسلمين ومحبة بعضهم لبعض وعدم الهجر وعدم التكفير وعدم التفسيق، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديال ألش سنت مالده يا ألش سجى رأي قابل خالر سجى ثاني عمر خالر سجى ثاني خز خالر لا ثاني فيق وساس مواصل يلش تخالر. الله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بأن أخلاقهم الفعلية أنهم لا يؤذون أحدا بفعلهم، وأن تصرفاتهم القولية لو واحد حتى أساء إليهم يقولون سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هينين متواضعين لا يؤذون أحدا، وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل والسب الذي يسب ويشتم، حتى لو خاطبهم وسبه يقول سلاما، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ديال اللي دا القرآن شو مالا قوس أوتيتياج مش بيتسا باش بقونس ديال اللي دا القرآن شو سيا خارج سجا زيدش بحث حق بيبوش قال قيمة قشو سالك حم شو سلام من ماش دشو أول صار إيش ب لا هذا الشيء القرآن شو شيء ليه بين بلقو بيخارج. إسلامكم دين الرحمة فلا تحولوها إلى دين الزحمة. عشان بوصلوا بدي أغيتهم دي بوشوان ومفتيهم وعلماءهم وشبابهم أزموا بجعة مفتي كينا دق بيزمصون. فيعني فوصيتنا لإخواننا الشعب الأنغوشي الحبيب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. صندوق دي زوج سي والله قام وسكة تقاز رجال خير بوش. وأن يتقوا الله كذلك في شبابهم. شيكيشنا قاع رجال خير بوش. فشبابهم شئنا أم أبينا يسمعون من التلفاز ومن الانترنت الكثير من الآراء. تاسكيشنا دقوا خصان تلفزيون شر إنترنت دقوا تيب رأيش خصان. وبالتأكيد بعضهم يتأثرون بهذه الآراء طبيعي. لذلك يجب علينا أن يسع صدرنا لهؤلاء الشباب. وأن لا تؤدي الاختلافات الفرعية إلى الاقتتال أو إلى التنازع أو إلى الهجر أو إلى ترك المساجد، فهذه كلها من المحرمات. قوس ميدوج لو خاطر بحند جوي ديق ودوازج ماج كتو جوي عدوازج حني شي ميولوج لو حماش قوس ميولوج لو خاطر رجل سانت احيانا تصدوش حي ساليل حارم بوش حمديس. إخوتي الأحبة يا شعب الأنغوشي الحبيب، الوحدة فريضة شرعية لا يجوز التضحية بها لأي جزئية أو أي فرع من الفروع. سيجري صحاغو خضر برتا خضر هذا واجب دشان خلص ضد واش دشان اصبح عند الرجل ديق ما يجداتش. القرآن الكريم يذكر لنا سيدنا هارون وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله عليهم السلام، كان خليفة لموسى وكان سيدنا موسى على جبل طور، وقوم هارون اختلفوا واتخذ بعضهم العجل، ولكن سيدنا هارون حافظ على وحدة الشعب. وين ده القرآن جو قصة بلغ مضاخ موسى هارون عليهم السلام ثاني خندوج لحم موسى بمدل دو الواج خان تنقمو أصل جدال بيت عبادة بولش هارون شيخان مش لور دي قتلوش. فلما رجع سيدنا موسى وأخذ بلحيته يجره وأخذ برأسه يجره ويضربه، فقال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. موسى بيمرغ ينشلتها الشيء قم تحسبورج أصل كقولت بالشيء بين شلتها هارون بيك بوقت سنموج لياتي موسى لياتي أفوت عديال أن تخاطر شلتها على هارون والسنجة وسنيان سنيان ندير والس وال سعير وال حمص والش قم حندي قاطعنا أصيغ بيك باقر خيرش.
القرآن يذكر هذه القصة لنا أن سيدنا هارون تحمل وجود الشرك وتحمله لأجل الحفاظ على وحدة الأمة. Da Kur'an çöme belgul dağırt elçi Harunu şirkılış bolujha şirkılış bolujha qam diqsi diqirdu hasatihat. فكيف يجوز لإخواني وأبنائي وبناتي أن يتقاتلوا أو يختلفوا أو يترك بعضهم البعض لأجل مسائل أساسا هي اختلافات مقبولة واجتهادات ظنية مقبولة من الجميع سواء كان هذا أو ذاك. مش مقد شيء بواد بشيء يبرجي شيء 10 ليته الله هيقيق اوسم الله تجلوش دو خاطر بحندوش